حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي مجنناني. بصوا بقى يا جماعه، انا جعانه من ساعتها بصراحه باكل، فانا قلت ايه بقى اصور معاكم اخر حبه في الاكل. اخر حبه كنت رايحه اجيب كتاكيت من السوق، عايزه اجيب كتاكيت بقى، الدنيا ساقعه بس خايفه يموتوا مني بصراحه، لان الدنيا بتشتي عليهم في المنور. حاطه لهم عشه وربنا يسترها. المهم بنتي ساده واخده مني طبق البيض، انزلي تحت اكل. بص عطيتنا بقى مع كوكي ليل ونهار، هطلع كوكي وارجع له. خلينا حبايب قلبي يا دودو. هم عاملين ايه؟ بس البيت واستخبى. خلصتوا الماء في الازاز اللي عطشان. حبايبي عاملين ايه يا حبايبي؟ حبايبي كل سنه وانتم طيبين اولا كده. المهم انا فرحانه 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 خالص 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 بجد. امبارح كنا في معمل التحاليل، كان جوزي عامل عينه، واخدين عينه يعني من القولون. طبعا هو كان رايح على اساس يعمل منظار، فاحنا رايحين هناك نعمل المنظار قالوا له لا ده انت عايزين ناخدوا منك عينه من القولون. الكلام ده من شهر، من بطن من ساعه ما انا صورت معاكم. كان ساعتها طالع من البنج بقى وبنجوم، وكنت بموت بسببه والله العظيم بامانه. كنت تعبانه نفسيا بسببه، والخراريج والبلاوي اللي طلعت لي هنا دي نفسيه مني، عشان انا ايه اهملت في نفسي شويه وفي العلاج. طيبين. انا ممكن اتكلم يا انسه؟ بجد امبارح طلعت بقى النتيجه والحمد لله. طلع جوزي ما فيهوش حاجه، بس هيعمل عمليه برضو، هو عنده عمليه عايز يعملها كمان شهر كده ولا اسبوعين، مش عارفين لسه هيعملوهم امتى. بس يا ساده عيب عيب يا ساده، انت بنوته جميله، انت لذيذه. المهم يا جماعه ان شاء الله الحمد لله جوزي ما طلعش عنده حاجه. كان الدكتور شاكك بعد الشر يكون في حاجه وحشه، عشان كده خدوا منه عينه من القولون حللوها بعد شهر. الحمد لله طلع ما فيهاش حاجه، الحمد لله يا رب. فانا حاسه ان سنه جديده داخله عليا، وحاسه بحياه احلى، وحاسه ان الدنيا هتضحك لي ان شاء الله باذنك يا رب، لان ده عندي يا رب، ده اخويا وجوزي وابويا وكل حاجه في حياتي بصراحه. يا رب فربنا يخليك ليا يا رب يا ايمن، والسنه الجديده تكون سنه وشها حلو علينا يا رب يا رب يا رب وعلى عيالنا، وربنا ينجحهم وينجح كل العيال اللي في المدارس كلها اللي مدوخين اهاليهم. ساندي لسه فتره دلوقتي وماشيه. المهم حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بس راح بتعملي ايه في السفره يا مفتريه؟ سيبي باردة. قلت اسلم عليكم من فرحتي، مش عارفه اعمل ايه بصراحه. عايزه الف، عايزه ادوخ نفسي والله العظيم بامانه. لان ربنا ما يكتب على اي حد يا رب المرض، اي مرض الدكتور بيشك فيه البني ادم، ولما ياخدوا له عينه من جسمه عشان يحلله البني ادم بيبقى قاعد على اعصابه، بيبقى نفسيته تعبانه متدمره. جوزي كان تعبان نفسيا بس مش حاطط في دماغه، هو بيقول لي انت تشيلي المسؤوليه لو في حاجه بعد الشر، وانا اصلا مش عارفه اقف على رجلي لان انا من غيره ما اسواش حاجه اصلا. هو طبعا انا عندي السكر وعندي الغده وتعبانه، فما ينفعش، هو اللي بيخلي باله مني اصلا. لما بقلل في العلاج اما بأثر في حاجه هو اللي بلاقيه في ظهري، لو تعبانه هو اللي بيخش على المطبخ والله يغسل لي المواعين، ربنا يديله الصحه يا رب. لو في اي حاجه بيساعدني، يحط لي الفطار يفطرني، ربنا يكرمك يا ايمن يا رب والله العظيم. تاخدي جرجرايه؟ خدتي؟ المهم يا جماعه حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا، ونعملوا بقى فيديوهات ونظبطوا الدنيا. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اوعي يا ساده لايك واشتراك على طول في القناه بقى، شغلونا بقى، خلي القناه تكبر شويه.